بص يا معلم، انا مش جاي اقول لك مين غلطان ومين بريء، بس انا هحكي ليك اللي حصل بالظبط وانت اللي تحكم وتشوف لو في حاجه مش مفهومه زي كده. تعال اقول لك ملخص الدنيا. من ايام قليله ظهرت واحده على التيك توك وقالت انها بنت الرئيس الراحل حسني مبارك، وانها من اسمها ايمان التوخي. في ناس ضحكت وفي ناس صدقت وفي ناس تانية قالت احنا في فيلم خيال علمي ولا ايه. بس الست كملت وقالت حاجه قلبت الترابيزه كلها. اتهمت الفنانه وفاء عامر انها متورطه في تجاره الاعضاء، وقالت ان اللاعب ابراهيم شيكا ما ماتش بسبب مرض، لا ده اتسرق واتباع، ومش اتسرق كده في فلوس، لا ده اتسرق في اعضائه. وورت ناس وقالت تفاصيل وخدتك في حكايه غريبه جدا. ورد فعل الفنانه وفاء عامر خرجت بسرعه ونفت الكلام ده تماما، وقدمت بلاغ رسمي ضد الست دي، وقالت انها بتشوه سمعتها عشان الترند والمشاهدات، وان القانون لازم ياخد مجراه. لكن هنا بقى السؤال، لو واحده بتخرف ليه الكلام اللي قالته خلى السوشيال ميديا تولع، وليه ناس كتير بدات تقول ده في حاجه مش مفهومه؟ وفجاه دخلت شخصيه تانية خالص على الخط، الست اللي بيسموها ام مكه، واحده بلوجر بتبيع فسيخ ورنجه وعامله مشاهدات بالملايين. انا مش فاهم ازاي واحده بتبيع فسيخ ورنجه تبقى بلوجر. ام مكه بقى اتعمل معاها حوار في قناه الشمس وقطعت التصوير ورفضت تكمل الحلقه، وقالت بالحرف وفاء عامر قالت لي امشي وانا هنفذ اللي هي تقول لي عليه. لا 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 لا، هنا بس نهدى كده شويه. ايه ده؟ من امتى وفاء عامر بتدي اوامر لاي حد كده؟ وايه علاقه ممثله كبيره ببلوجر زي ما بيقولوا كده بتبيع فسيخ؟ وهل الست دي كانت فعلا بتنقل رسائل، ولا دي تمثيليه والناس كلها متواطئه، ولا هي مجرد صدفه؟ قناه الشمس حررت محضر ضد ام مكه وقالوا انها شتمت وضربت وكسرت، وتم القبض عليها، والداخليه قالت ان في تحقيقات شغاله، لكن لحد دلوقتي مفيش بيان رسمي طلع يبرئ او يدين الفنانه وفاء عامر بشكل مباشر. طيب خليني اقول لك كام حاجه تخليك تفكر. ليه كل اللي بيتكلموا عن وفاء عامر فجاه بيختفوا؟ ليه كل حاجه بيتقال عليها مفبركه من غير تحقيقات رسميه؟ ليه ام مكه قالت اسم وفاء عامر صريح ومحدش كذبها رسمي؟ ولو وفاء عامر فعلا بريئه ليه ما طلعتش في مؤتمر او لقاء رسمي وتواجه الناس وجها لوجه؟ انا مش بقول ان وفاء عامر غلطانه، وبرضه مش بقول انها بريئه، بس اللي انا شايفه ان في حاجات مش واضحه، وفي علاقات غريبه بين ناس ملهاش اي علاقه ببعض، وناس بتسكت وناس بتختفي وناس بتتحبس. فين الحقيقه؟ الله اعلم. لكن احنا هنا علشان نفكر ونسال وما نمشيش ورا الترند وخلاص. الفيديو ده مش هدفه التشهير باي حد خالص، كل الكلام اللي اتقال هنا مبني على تصريحات منشوره ومصادر موجوده، واحنا بنحكي اللي حصل وانت ليك الحكم. احنا ما بنعملش زي قنوات تانية او زي ناس تانية عموما بتطلع تركب الترند على اي حاجه ويشهروا بالناس. احنا اول لما الخبر بيكون بشكل رسمي بنيجي ونقول، لكن غير كده كلها اشاعات وتكهنات. ويا ريت تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو علشان يوصل لك كل جديد اول باول.